بسم الله الرحمن الرحيم. تحية حب إلى كل الأجهزة الأمنية. اللهم يحفظ العراق وأهله، اللهم يرفع هاي الغمة عن هاي الأمة. تحيتي إلى القوات الأمنية والجيش والشرطة والحشد الشعبي والفصائل المسلحة. اللهم انصر الجيش والشرطة والحشد الشعبي والقوات الأمنية والفصائل المسلحة. اللهم انصر العراق وأهله. تحياتي إلى حكومتنا الرشيدة، إلى رئيس الوزراء، إلى وزير الداخلية، إلى الأخ والدكتور سعد معا، وأقول له باسمي وباسم كل المشاهير والبلوغرية، نقدم اعتذارنا للعراق والعراقيين والعوائلنا كلهم. وأقول لك يا أستاذ، أنت أخونا وأنتم الحكومة، أكيد أنتم مو تنتقمون من عندنا بقدر ما تتمنون أن تقومونا. ونقول لك إحنا كل ابن آدم خطاء، وإحنا ما محصومين من الخطأ، والعذر عند كرام الناس مقبول. وإن شاء الله ما تشوفون إلا الخير، ونتمنى أن تأخذون من عندنا التعهد، لأن إحنا كنا ولد عوائل وكنا نفتقر إلى أبسط مقومات المعيشة، وأغلبنا يتمنى أن تكون عنده رعاية اجتماعية حتى يبتعد عن هذه المحتويات الهابطة. إن شاء الله ما تشوفون من عندنا إلا الخير يا أستاذ سعد معا. وإحنا شوية مرعوبين، وكلنا نلتمس من عندك العذر، وإحنا أكيد ما طالعين من فطر الحائط، وعندنا عوائل وعندنا أولاد وعندنا نساء. فنتمنى أن يكون صدركم بعد أوسع، وإن شاء الله أنتم دائما صدركم أوسع، وأنتم إن شاء الله أنتم أهلنا عشمنا بكم كبير. إن شاء الله ما تشوفون إلا الخير من عندنا، ونتمنى أن تسامحونا، وإحنا ولدكم، وإحنا من عندكم وبيكم. إن شاء الله أنتم جناحنا اللي بين طير، وإن شاء الله ما تشوفون من عندنا بس الخير. ونتمنى أن يكون أكو جروب خاص بالمشاهير من وزارة الداخلية، وش تريدون من عندنا خدمة للعراق والعراقيين نسوي، وشنو اللي تريدون النشرة، وش تريدون أنتم تقومونه. أنتم قومونه وإحنا معاكم، وإحنا حذو النعل بالنعل معاكم يا أستاذ سعد معا. أكيد كل اللي سويناه إحنا ما من وراء القصد، من أجل أن البهجة ونزرع الابتسامة، لأن بلدنا يحتاج إلى ابتسامة. وأنتم اللي القرار اللي اتخذته هو عين الصواب، لكن بأي شكل من الأشكال إحنا محسوبين عليكم، وإحنا لا تقدرون أنتم تتبرون من عندنا ولا قدر إحنا شو يصير من عندنا ننظر لكم، لأن إحنا نتمنى أن يستتب الأمن، ونتمنى أن القوات الأمنية تكون لها اليد الطولة، ونتمنى أن تكون فقط أنتم اللي إحنا ننظر لكم، والعراق يقوى بيكم. ولو ما تضحياتكم ما نقدر نأمن على نفسنا وعوائلنا وأهلنا وناسنا. تحياتنا لك أستاذ سعد معا، ونتمنى أنت وحضرتك والقضاء وزير الداخلية يعديها ويسامحنا هذه المرة، وإن شاء الله تشوفون بس الخير. وإذا تكررت القضية بعد ما التعهد نكتبه، نزلوا بحقنا أقصى العقوبات. تحياتنا لكم باسمي واسم مشاهير العراق، نتمنى أن تسامحونا هالمرة، والله يحفظ وزارة الداخلية.